ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اكلتنا حلوه جدا، بنطلبها دايما لما بنخرج بره، بس هي في البيت بتبقى احلى بكتير وبيبقى طعمها انضف طبعا واحسن بكتير. عندنا هنا اول حاجه قطعه دجاج هنقطعها مكعبات زي تقطيعه الشيش طاووق كده. هنحط التتبيله بقى بتاعتنا. عندنا هنحط زيت، ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه خل. هنحط ملح وفلفل اسود ورشه سكر، وهنحط بابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وعندنا كاري، وكمان عندنا زعتر. تمام، يبقى هنحط التوابل بتاعتنا. هنضيف بس الزيت والخل، هيدوا تيست حلوة قوي. تمام، يبقى زيت، خل، وتوم باودر، بصل باودر، الملح وفلفل ورشة السكر، مننساش رشة السكر، بتدي الطعم بيبقى مختلف جدا يعني. هنقلبها بقى كويس وهنسيبها في التتبيلة مش أقل من ساعتين، ولو حابين قبلها بيوم يبقى أفضل. هنا بقى هنعمل عندنا الصوص بتاع البشاميل، وايت صوص. عندنا هنا معلقتين زيت على سمنة، ونزلنا بمعلقتين كبار دقيق. تمام. ممكن تستخدمي الزبدة بدل السمنة، يعني المادة الدهنية اللي عندك. وصلنا للون ده، هننزل بقى هنا ب3 كوبايات لبن. انا حطيت كوبايتين لبن وكوباية مية. هنقلبهم بقى كويس لحد ما يبقى السمك معانا زي المهلبية او الكريمة. لو لقيناه تقل مننا هنزود مية او لبن، المتاح عندك. تمام، لان صوص الوايت صوص بتاع الباستا بيبقى اخف من البشاميل اللي احنا بنعمله. وطبعا هنحط الملح وهنحط الفلفل، هنظبط الملح بتاعنا وهنحط فلفل اسود. انا مش بحط حاجة تانية غير كده. بزود بقى الجبن المتاحة عندي، هحط موتزاريلا. لو عندك جبنة رومي، شيدر، اي حاجة من الجبن بتبقى طعمها حلو جدا. الاضافات دي بتاعتك يعني. تمام. انا حطيت الموجودة عندي، زودت موتزاريلا عشان بتدي يعني مرونة كده في الصوص. هنا بقى عندنا قطع الفراخ، انا هاخد جزء منها. هعمله بالطريقة دي، هيبقى زي الميني كريسبي اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، بس القطع طبعا صغيرة، ميني كريسبي. تمام. هنا حطينا دقيق، وحطينا الملح والفلفل ظبطناهم. تمام. ومعلقة البيكنج باودر، وعندنا هنا مية ساقعة. هندي كفر الاول دقيق، وبعد كده هننزله في مية ساقعة. تقريبا الجزء ده ما تصورش، بس هي المية جنبي. نزلناها في المية، وبعدين هنرجعها للكفر الاخير اللي هو بيدي معانا شكل الكريسبي اللي انتوا شايفينه. طبعا هنكون محضرين زيت غزير بيكون سخن. تمام. هننزله. اول ما ننزله هنخلي درجة الحرارة متوسطة. هنا بقى كنا بنسلق المكرونة، مية سخنة عادي، وحطينا الملح طبعا. انا مش بحط زيت، آه، يعني على حسب الحلة اللي انت بتستخدميها بيرجع ليها تقريبا. هنا بقى اهو كان الكريسبي خلاص دخل على التحمير. تمام، شايفين طبعا الطبقات بتاعته كريسبي جدا، زي قطع الكريسبي الطويلة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، الستريبس. هنا بقى النهاردة الطريقة الجديدة اللي احنا عاملينها. هنا طاسة سخنة، حطينا فيها زيت بسيط مش كتير. ونزلنا بالقطع الدجاج اللي احنا كنا سايبينها ساعتين تتبل. تمام، مش اقل من ساعتين. ده هنا الكريسبي بوريهولكم، طبعا بنزله على مصفى زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. هنا بقى شوحناها من غير ما نضيف لها ولا دقيق ولا حاجه، وزودنا بس عليها الموتزاريلا. بيبقى طعمها تحفه، طلع طعمها حلو جدا. بشوحها بس كده في شويه الزيت الصغيرين اللي انتوا شفتوهم. هنا بقى المكرونه احنا سلقناها خلاص، وهننزل بقى عليها بالصوص اللي احنا عملناه، كان تحفه. تمام، وده السمك بتاعه ما بيبقاش اتقل من كده، لان احنا عاملينها باستا وايت صوص، مش عاملين بشاميل، يعني مش عايزينها قطع على بعضها. وانا ضفت لها بس كده موتزاريلا بسيط كده، ودخلتها بس الفرن تحت الشوايه عشان الموتزاريلا تسيح معانا.
يلا بقى نحط مع بعض الأكل. ده شكل المكرونة والوايت صوص. وهنحط كمان قطع الدجاج اللي بالموتزاريلا. بجد كان طعمها حلو جدا ومختلف قوي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.